كتير من الناس اللي بتشتغل في التسويق العقاري بيقعوا في نفس الغلط، بيركزوا على كلمات المنافسة عليها شرسة جدا وكبيرة زي شقق للبيع بالتجمع الخامس، بيفكروا ان دي اسرع نتيجة يحققوا بيها مبيعات. بس الحقيقة ان الكلمة دي عليها منافسة رهيبة جدا وصعب جدا تظهر فيها بسرعة، خصوصا لو لسه بتبتدي. الحل بقى انك تشتغل بذكاء وتدور على كلمات طويلة ومحددة بشكل اكتر، زي ايه؟ زي شقق للبيع بالتجمع الخامس بالتقسيط بدون مقدم، او شقق للبيع بالتجمع الخامس بجوار الجامعه الامريكيه. الكلمه دي بقى اللي بيدور عليها عددهم قليل، بس فرصتك في الظهور هتبقى اعلى، هتعمل رانك بسرعه. كمان زي ما اتفقنا لازم نهتم بنيه البحث، يعني الشخص اللي بيدور على الكيورد دي عايز ايه بالظبط؟ بيدور على سعر ولا نظام تقسيط ولا عايز موقع الشركه؟ المثال اللي فات ده احنا غطينا فيه الكلمات الرئيسيه، الكلمات الطويله، نية البحث. لما تشتغل بالطريقة دي هتقدر تظهر أسرع في جوجل وتوصل لناس فعلا مهتمة باللي بتقدمه. لما الموقع بتاعك يبدأ يبقى قوي هتبدأ بقى تدخل الكلمات الكبيرة، وهقول لك تنافس ازاي المواقع الكبيرة. هيتبقى لنا بقى في خطة الكلمات البحثية ازاي نرتب الكلمات دي وازاي نشتغل عليها. الموضوع بسيط وبيعتمد على حاجتين بس: حجم البحث، يعني كام واحد بيدور على الكلمة دي كل شهر، وصعوبة الكلمة، يعني قد ايه المنافسة عليها، قوية ولا ضعيفة. لو الكلمة عليها بحث عالي والصعوبة بتاعتها قليلة، اشتغل عليها فورا. حتى لو كلمة رئيسية والبحث عليها قليل وفي المنافسة فيها صعبة شوية، خليها في الآخر. واحد يقول لي طب معلش ممكن تشرح شوية حجم البحث وصعوبة الكلمة؟ أقول لك حاضر. دي معناها الكي ووردز أو الكلمات اللي بيكتبها العميل. كام واحد تاني بقى كتبها كل شهر؟ كل ما العدد ده بيكبر معناه إن الناس اللي بتدور على الكلمة دي مهتمة بالمنطقة أو المشروع ده. تخيل معايا إن في 3000 عملية بحث على كومباوند زد التجمع الخامس، فتخيل لو أنت موجود في الصفحة الأولى أو في أول 3 نتائج وعندك محتوى قوي، هتقفل كام بيعة؟ صعوبة الكلمة بقى يعني بنتكلم عن المنافسة. يعني الكلمة دي زد التجمع الخامس أو كومباوند زد التجمع الخامس، في كام شركة عقارية تانية بتنافسك في نفس الكلمة؟ كل ما الشركات دي كانت كتير وقوية هيبقى صعب جدا إنك تعمل رانك وتظهر في أول نتائج البحث. طيب أنا هعرف كل اللي أنت بتقوله ده منين؟ عندنا حاجة اسمها جوجل كيورد بلانر، أداة مجانية بتوريك الكلمات اللي الناس بتدور عليها كتير، بسيطة سهلة صعبة. عندنا حاجة تانية اسمها سيم رش، دي أداة مدفوعة بتشتغل عليها معظم الشركات الكبيرة، بس دي خليها في الآخر، دي بتاعة المواضيع الكبيرة والمنافسة مع الكبار. إيه الخلاصة بقى؟ ابدأ بالكلمات اللي فرصتك فيها أكبر، زي الكلمات الطويلة والمحددة، وبعد كده لما موقعك يبقى قوي ادخل على الكلمات الكبيرة واللي المنافسة فيها عالية قوي. كده هتضمن تظهر أسرع وتجيب عملاء فعلا مهتمين من غير ما تنافس الكبار في الأول.